ايه كمان؟ انا ما عارف اقول ايه اللي بعده. يعني الاثاره مستمره. خلينا في الاثاره مستمره بعد ما خلصنا او لسه ما خلصناش حوار بوجبا. عشان نبقى عارفين حوار بوجبا الموضوع انقسم الى قسمين. الناس بتقول ان هو مش هيقدم اللي هو التحليل المضاد واحتمال يتظلم على طول، وفي كلام لا ان هو خلاص قدم التحليل المضاد وهيظهر كمان اسبوع. المهم ده حوار بوجبا ولسه بنتكلم عليه وبنشوف قصته ايه. وطلع لنا مستر بونوتشي كعب الغزال طالع في حوار مع سكاي سبورت تقريبا، او يعني المهم طلع عامل حوار بيكذب ان هو حد قال له ان هو خارج المخططات. يعني بالنص كده المذيع بيساله ان انت تم تبليغك من بدري من فبراير او من، قال لك لا انا كنت حاسس بحاجات ولكن الكلام عاري من الصحه سواء من المدرب او من اليوفنتوس. ده ما حصلش وان ما حدش قال لي غير ان في يوليو اللي فات جونتو ليومان هم اللي جم قالوا له، لكن هو الكلام اللي قاله أليجري في المؤتمر الصحفي غلط. وانا حاسس بالاهانه ان بعد كل الماتشات اللي لعبها مع اليوفنتوس والتاريخ اللي قدمه ان هو يعني تم اهانته وما شابه. طبعا بونوتشي قصه كبيره وهينقسم فيه اللي معاه واللي ضده، ولكن اعتقد ان اللي ضده اكتر لان ناس كتير مجتمعين ان بونوتشي يعني من ساعه ما راح الميلان وراح احتفل الاحتفاليه يا في الاليانز بعد ما جاب هو الجون في يعني قمه قله الاحترام. الناس كلها مش طايقينه وناس كتير ما كانوش عايزين يرجع وانا واحد منهم، ولكن للاسف هو جزء من تاريخ النادي وعمل انجازات كبيره مع اليوفنتوس، ولكن حقيقه هو شخصيه واضح ان هي مش تمام. انت كنت راجل كابتن، حتى لو انت اتظلمت احنا شفنا كباتن يعني ما فيش حد اتظلم زي ديل بيرو واضح جدا ان كونتي ما كانش عايزه، ما كانش عايز يكون في حد اكبر منه في الفريق. ساعتها تم تقريبا دفعه خارج الفريق من الاداره ومن اندري انيلي، وناس كتير كانوا احنا متضايقين يعني لغايه اخر ماتش مع اتلانتا في الاعتزال جايب جون وهدف عالمي وكان ممكن يأدي معانا سنه او سنتين كمان على مستوى عالي. ولكن طبعا هذا الكلام غير معلن لانه ما طلعش يتكلم زي بونوتشي او شنع عن اليوفنتوس زي ما بنقول. الراجل اللي سكت وبمنتهى الشياكه كان من الواضح احنا كجماهير كنا حاسين بيه، ولكن ما فتحش بقه، يعني ما طلعش من بقه العيبه زي ما بنقول، يعني ما فتحش بقه بالكلام السيء عن اليوفنتوس لانه هو راجل كابتن يوفنتوس. يعني ديل بيرو تقريبا الناس يقول لك اللي ديل بيرو هو اليوفنتوس، لكن بونوتشي راجل المفروض من كباتن الفريق. هو بيقول ان هو كان ابدى استعداده انه يكون خيار خامس او سادس ويساعد الشباب، وكلنا عارفين ان ده وارد انه كان يحصل، ولكن حق ربنا ممكن كان يتم التعامل بشكل احسن. واضح ان الموضوع عند كبير بينه وبين أليجري، يعني واضح ان العلاقه من ساعه ما قعدوا في ماتش تقريبا بورتو على الكرسي والعلاقه متوتره، وهو بسبب خروجه رجع تاني، وبعد ما رجع خرج أليجري، ولكن حتى بعوده أليجري العلاقه ما كانتش في احسن ما يكون، وكان واضح لنا كلنا ان العلاقه متوتره ويعني في حاجات كده من تحت لتحت كانت باينه. فواضح ان في صراع او حرب او يعني خلاف بينه وبين أليجري، ولكن هو اليوفنتوس دخل في النص. يمكن زي ما كتبت على تويتر لازم ان هيكون الاداره هتاخد في صف المدرب. اولا خلص هي قررت الاستمرار مع المدرب، فاكيد مش هتيجي على لاعب على حساب مدرب. ناهيك بقى عن ان اساسا شخصيه يعني بونوتشي عليها علامات استفهام وتعجب كتير. فحتى لو انت تم التعامل معاك بشكل غير لائق او في عند منك وبين المدرب، اطلع هاجم المدرب. اعتقد هتلاقي ناس كتير تتعاطف معاك وهتهاجم معاك المدرب، لكن ان انت تطلع تتكلم على اليوفنتوس بشكل غير لائق او ان انت كمان في كلام ان ممكن يطلع يقاضي اليوفنتوس، فاعتقد ان ده غير مقبول على الاطلاق من عندنا كجماهير. انت بتكسر تاريخك. يعني يمكن من اكبر الاشياء يعني انطونيو كونتي اللي راح درب الانتر وعمل الحركه الغير لائقه للاداره كان موجهه للاداره، ولكن الى حد ما كجماهير في ناس لسه معتقده ان يوفنتينو، حتى لما راح الانتر كينون سالتا بيانكونيرو لما كانوا بيقول لك اللي مش هينط يبقى بيانكونيرو وما كانش بينط، يعني جواه كده يوفنتينو مخفي، ولكن اللي عمله برده ما كانش قليل. ولكن بونوتشي استعد الجماهير بكل الطرق والكباري يعني نروح الميلان، وبعد ما راح الميلان يجيب هدف مشروع خلاص هو راح بصفقه، لكن ان انت تحتفل بهذه الطريقه في الاليانز يعني حاجه كانت زباله، وخاصه ان ضد الجماهير مش ضد اداره او ان في حاجه شخصيه بينك وبين حد. لو في مشاكل بينك وبين أليجري هاجمه، لكن ما تهاجمش اليوفنتوس. غير كده انت في كلام ان هيبقى في مقاضاه، يعني في كلام ان انت هتدخل اليوفنتوس في قضايا.
فايه ده كله؟ يعني على ايه الغل ده كله؟ على ايه القرف ده كله؟ حتى لو انت راجل تم ظلمك او حاسس بالظلم، ما ينفعش ان انت تعمل كده في اليوفنتوس. حتى احترم تاريخك او احترم الجماهير، ان انت كده بتقطع كل ما بينك وما بينك. من ناحيه اخرى اليوفنتوس يعني دوامات. طبعا الموضوع بسيط، اهم حاجه ان الموضوع ده ما يتلطش فيه اليوفنتوس، يعني يا رب ما يكونش ليه توابع على اليوفنتوس. يعني احنا لسه في حوار بوجبا ان شاء الله احنا بعيد عنه. ما اتمنى برضو ان بقى ما يكونش فيه حجه ان السنه دي موضوع بوجبا وبونوتشي هم دول اللي هي يعني ايه ما قدرناش نعمل نتائج علشان موضوع بونوتشي وبوجبا. اتمنى بقى يعني ما نخرج بره الدوامه دي. فكل اللي يهمنا اليوفنتوس. انا لا يعنيني بونوتشي على الاطلاق، خلاص هو في يونيون برلين بقى يركز في حاله، خرج من الفريق الحمد لله، ربنا لا يعيده. الطرف المتخاصم الثاني مع أليجري ان شاء الله كمان هو يخرج. اتمنى الاثنين يخرجوا علشان يعني زي مشاكلهم كتروا، وبصراحه ربنا بقى يعني مستنيين يعني عصر جديد بدل كل الاثاره الغير جيده دي. يعني احنا كل شويه نسمع خبر اوحش من اللي قبله، يعني احنا مش قادرين نهدى شويه، كله طخ طخ طخ. اتمنى بقى ان احنا يعني اللي جاي يكون خير. انا ما زلت متفائل ان يعني ان مع العسر يسر، يعني ان شاء الله باذن الله بعد كل القرف ده مع الوقت ان شاء الله هيبقى فيه اخبار جديده خير. ولكن اعتقد يعني خلال الموسم او بنهايه الموسم ده هيكون صعب. هنشوف اللي هيحصل فيه ايه، جايز يحصل فيه تغييرات في الوسط او في اخره، ادينا هنشوف. ولما نشوف الايام مخبيه لنا ايه تاني من اثاره من بعد يعني فجاه كده بوجبا احنا لسه بنقول هيرجع ولا ما يرجعش، هوب ادانا ايه يعني بعد الاصابات والدلع على الاصابات والساحر ومش ساحر، ترخ ادانا منشطات. موضوع كبير ولسه ليه الله اعلم يعني توابعه ايه، ولكن ده جايز اليوفنتوس يستفاد منه ان يتشال من عليه الراتب بتاعه. دخلنا في موضوع بونوتشي، ايه اللي هيحصل؟ وهل هو هيقفل بقه بقى ويسكت حد هيعقله، ولا هنقضيها كل شويه كلام بس دردشه على اليوفنتوس؟ يعني سبحان الله الاسبوع ده مليء مع انه توقف دولي، ولكن يعني احنا كل ما اقول خلاص دي هتبقى اخر حلقه قبل الماتش اللايف سبحان الله يعني يحصل خبر جديد، يعني اقول لازم اعلق عليه. يعني نتمنى يكون الخير. ولما نشوف ايه اللي هيحصل، يعني انا لسه الحوار شايفه فقلت لا لازم اطلع اتكلم عليه لان استفزني بصراحه بونوتشي. فنتمنى من ربنا ان يعني الدنيا تهدى بقى، ويعني نركز في الكوره، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون خير. ما تنسوش ان شاء الله يكون على ميعادنا في اللايف في ماتش لاتسيو، ميعاد غريب شويه ولكن يعني ان شاء الله نكون مع بعض في اللايف برضه، هعلن قبليها. اللي اول مره يشوف القناه دي مش قناه بس عن اليوفنتوس او الكوره، في كلام طبي وكلام بعيد عن الطب والكوره وحاجات كلام عام. المهم ان شاء الله تكون قناه ممتعه ومفيده. بصوا على بقيه القوائم يا رب تعجبكم، ولو لقيتوا القناه تستحق الاشتراك ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. ربنا يدينا العمر والصحه، ونشوف بعض على خير اللايف الجاي او الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.